اوكي، بعد ما اتفرجتوا على الريفيجن الاولانيه، طبعا بسلم عليكم كلكم. بعد ما اتفرجتوا على الريفيجن بتاعه الشرح، ودي حقيقه كنا مصورينها في الوقت بتاع امتحانات الشهر بتاعتك، لكن كانت يعني دقيقة جدا جدا جدا، فانا قلت انجازا للوقت علشان يبقى عندنا فيديوز حل كتير، وانا عارفة ان ده اللي انت محتاجه بصورة اكبر. ان شاء الله كل الريفيجنز اللي جاية كده كده ملهاش فيديوز، فهنقدر او هيبقى في وقت كبير ان احنا نشرح بقى الدروس التانية. لكن انا قلت اول شابتر كنا اوريدي عاملين له فيديو، فاتفرج عليه وذاكره كويس قوي، وبعد كده ندخل على الجزء الاهم وهو جزء الحل. وما تنساش كمان تتفرجوا على الفيديوهات بتاعت التريكس بتاعتنا دي، برضه هتنزل على اليوتيوب. التريكس ديت هي الاسئله اللي دايما بتبقى واقفه معاك، او دايما انت بتتلخبط فيها. فاحنا هنبدا نشوف لك كده، او نعمل لك سلسله من الحلقات لحد ليله الامتحان، تبقى خد بالك في فكره كذا، خد بالك في فكره كذا، لحد ما ان شاء الله هدفنا نوصل للفول مارك. انت عندك كام درجه اخر السنه؟ انت عند حضرتك 30 درجه. 30 درجه منهم 24 درجة تشوز، وده اللي احنا هنركز عليه بشكل كبير. وحضرتك هتسيب ال6 درجات مقالي؟ لا طبعا، ودي تيجي طبعا المقالي بتاع حضرتك هيجي من المدرسة. فانا شغلت دماغي، قلت مدرس المدرسة اللي بيجيب لك المقالي عادة بيفتح ال10 امتحانات اللي في المعاصر من ورا ويجيب لك منهم اسئلة المقالي. فاذا كان حضرتك هتحل معانا من الملزمة، هي اوريدي موجودة PDF. حضرتك هتفتح صفحة، انا مش عارفه صفحه كام الصراحه، انتظروني ثانيه واحده. حضرتك هتفتح صفحه 43، هتبدا تلاقيني كاتبالك كل الاسئله المقالي، تقريبا 30 سؤال مقالي، السؤال بالاجابه السؤال بالاجابه، علشان حضرتك تقراهم ليله الامتحان، يوفروا عليك وقت كبير جدا، وباذن الله باذن الله يجي منهم ونكون ضمننا ال6 درجات. طب يلا بقى نضمن ال26 درجه اللي تشوز. اول شابتر انا كنت شرحته قبل كده من وقت كبير، فبليز لازم تكونوا سمعتوا الشرح كويس، وكمان زي ما قلت لكم تركزوا في التريكس. اول تريك نزلتها برضو على شابتر 1 وبتحل معظم افكار الاسئله اللي هنحلها النهارده. يلا بينا يلا بينا يلا بينا موهي، يلا بينا يلا بينا ليه. طيب اول سؤال كده يا ولادي بيقول لك بيقول لك كان عندي بطاطسايه 5 سنتيمتر. بدأنا نحط البطاطسايه ديت، هما كانوا 4 قطع، كل واحدة اتحطت في محلول هنا وهنا وهنا وهنا، كل واحدة في دول 5 سنتيمتر. طيب فبيقول لي بعد نص ساعة لقيت في واحدة بقت 4.5 يعني كشت، واحدة 4.8 يعني كشت، واحدة 5 فضلت زي ما هي، وواحدة 5.3 يعني اتنفخت. طيب بمنتهى البساطة جاي سألك وبيقول لك what which of the following express the solution that had the highest concentration؟ انهي محلول في الاربعه عنده اعلى كميه املاح؟ حبيب قلبي انت دلوقتي كل ما كميه الاملاح بتزيد، كل ما البنت مشاكلها بتزيد وبتكون هايبر، البطاطسايه بتكش. اذا كل ما المحلول ده املاحه هتبقى كتير، كل ما البطاطسايه هتكش قوي. طب يبقى انهي محلول املاحه كتير قوي؟ اللي البطاطسايه فيه كشت قوي. طب اقل حجم بطاطسايه؟ اللي هو ال 4.5. يبقى السوليوشن نمبر 1 هو ده اللي كان فيه اعلى كميه املاح. اذا البطاطسايه كشت قوي، يبقى اللي هو المحلول الاولاني. طيب السؤال الثاني بيقول لي which of the following antagonize يعني عكس with the solution او with the function of الكلوروفيل in the green plant. يعني مين في دول عكس اللي الكلوروفيل بيعمله في النباتات الخضراء؟ والكلوروفيل بيعمل والله الكلوروفيل بياخد الرو ماتيريالز اللي هو الكربون دايوكسيد والووتر والسانلايت، اوكي، في وجود الكلوروفيل اللي هي الصبغه الخضراء، ويبدا يدخل جوه العلبه اللي هي المطبخ اللي اسمه الكلوروبلاست، ويصنع الجلوكوز C6H12O6 ويصنع الاكسجين. طب هو دلوقتي بقى مش بيقولك عايز العمليه دي، هو عايز العمليه اللي عكس دي.
العكس ده يا ولاد ان النبات يفضل مخزن الرو ماتيريال، يفضل مخزن الحاجات دي وما يعملش بيها فوتو ساينسز. يبقى يقول لك the conversion of light to chemical، لا ده كده معناها ان فوتو ساينسز، احنا عايزين العكس. طيب the absorption of energy required for photosynthesis، يا عم بقول لك عايزه عكس الفوتوساينسز. طيب the storage of the kinetic energy as a potential energy، لا ما هو ده اللي كان بيحصل في الفوتوساينسز. طب the storage of raw material، ان انا افضل مخزنه الحاجات دي وما خلاهاش تروح تكون الجلوكوز، ايوه هو ده اللي بيكون عكسي لعمليه الفوتوساينسز، يعني نمبر دي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي the opposite graph illustrate the activity of an amylase enzyme. What do you concluded from the graph؟ والله انا شفت الاميليز. هو الاميليز ده ايه فايدته؟ الاميليز بيحول الكربوهيدرات او النشا لدايسكرايد، هي دي فايده الاميليز، اذا كان اللي في الماوس او اللي في البنكرياس. طيب هو ايه اللي حصل؟ بدأ يقول لك انه عمال يطلع برودكت يطلع برودكت يطلع برودكت لحد ما في وقت معين ما بقتش في حاجه بتطلع، ده معناها ان كل النشا خلاص بقت ايه؟ دايسكرايد، ففي حاله من الثبات، انا خلاص خلصت الشغل بتاعي، حولت كل الستارش لدايسكرايد انا كانزيم، فبقى في حاله من الثبات. طيب فبيقول لي ايه الاجابات الصح؟ The lower concentration of the starch in the second minute is lower than the fourth، يعني كمية الستارش النشا قبل ما نحول بقى كمية النشا في الدقيقة الثانية أقل من الدقيقة الرابعة؟ لا طبعا، ده مع مرور الوقت النشا بتقل، صح؟ والدايسكرايدز بتزيد، يعني كمية الستارش في الدقيقة الثانية أكتر من الدقيقة الرابعة، لأن مع مرور الوقت الستارش بتقل. طيب الاختيار الثاني بيقول لك the concentration of glucose in the fourth minute is higher than the first minute، يعني كمية الجلوكوز، لا هو اصلا ما فيش جلوكوز، هو حضرتك انت عندك الستارش بتتكسر لدايسكرايد يعني مالتوز، فما فيش اصلا جلوكوز يا بابا، نو. طيب the concentration of المالتوز in the second is higher than the fourth، لا هو كل ما المدة بتمشي كل ما بيبقى فيه مالتوز اكتر، يعني في الدقيقة الرابعة اكتر من الدقيقة الثانية مش العكس. واخر اجابة وهي الاجابة الصح the concentration of المالتوز in the fourth higher than the second. اوكي يبقى هي دي الاجابة الصح. سؤال نمبر 4 بيقول لي which of the following is found in human plasma in the normal cases؟ ايه اللي بيكون موجود في البلازما؟ لو انت مش متعور فبيكون موجود الفبرينوجين اللي هو في حالة soluble دايب في الدم في الجزء بتاع البلازما. اول ما بتتعور بيبدأ الفبرينوجين يجيله مادة الثرومبين وتحوله من فبرينوجين لفبرين، وده وقتها الفبرين ده هو الشرط البني او الخيوط البني الفايبرز البني اللي انت بتشوفها قشرة بني كده بتتكون لما انت بتتعور. يبقى اللي بيكون في الحالة العادية وانت ما عندكش واوا هو الفبرينوجين، ولما بتتعور بيكون فيه الفبرين. اوكي. Number 5 at pH 8 and the temperature 37 which of the following food substance wouldn't be digested؟ مين في دول مش هيتهضم؟ عند البي اتش 8 والله حضرتك عارف ان البي اتش 8 او عامة معظم الاكل بيتهضم عند البي اتش 8 ما عدا حاجة واحدة اللي هو البروتين. انزيم البيبسين بيشتغل عند الاسيدك ميديم، دي الكلاين، بي اتش 8 دي الكلاين، لكن انت عارف ان البيبسين انزيم ده بيشتغل عند الاسيدك، وده الانزيم الوحيد اللي بيشتغل عند الاسيدك، يعني عنده ال 1.4 بي اتش، وده معناها ان ده اللي بيهضم البروتين، وده معناها ان الانزيم او النوع الاكل الوحيد اللي مش هيتهضم في البي اتش 8 هو البروتينات. فتبدا تبص على دول وتشوف مين فيهم بروتينز، فهتلاقيها اول اختيار اللي هو البيس اوف الميت او حته اللحمه. صعب الكلام؟ لا سهل الكلام. نكمل نمبر 6 بيقول لي what are the food substance that abundantly needed ان الانسان بيكون محتاجه
باي ويت ليفتنج سبورت. هو عايز يا ولاد يخس. حضرتك محتاج تعمل اللي هو الشغل الويت ليفتنج، كانك بتروح الجيم وعايز تتقل تعمل عضلات. طب حضرتك هتعمل عضلات ازاي؟ بالبروتينز، انك تاكل بروتينز. فهيبدا يقول لك كل بروتينز، يعني كل لحمه. هو ده اللي هيعمل الويت ليفتنج سبورت علشان تبني عضلات كتير. طيب نمبر 7 بيقول لي The following graph shows the concentration of ion X and ions Y for the element needed by the plant in the soil and inside the root hair. والله يا ابني بص، في التربة في السويل عندي الاكس بكمية كذا والواي بكمية كذا، وفي الروت هير يعني جوه النبات عندي الاكس بكمية كذا والواي بكمية كذا. انت طبيعي عارف ان النبات بيسحب من السويل، صح؟ ده الاساس بتاعك ان البلانت هيسحب من السويل. طب انت دلوقتي كبلانت هتسحب من السويل. لو انت كبلانت سحبت الاكس من السويل يبقى انت كده سحبت الاكس دي من السويل للنبات. طب مين اكتر، في النبات ولا في السويل؟ في السويل، في النبات اكتر، يعني في السويل اقل. يعني انت كده لو سحبت من السويل للنبات ايون نمبر اكس، هو في السويل اقل يعني لو، وفي النبات كتير يعني هاي. يبقى انت كده بتاخد من اللو للهاي، يعني من القليل للكتير. يبقى انت كده بتاخد بطريقة الاكتيف ترانسبورت. ايه هي طريقة الاكتيف ترانسبورت؟ انك بتعمل الحاجة against الكونسنتريشن جريدينت، against الطبيعي. المعروف ان المليان بيصب على الفاضي. طب انا دلوقتي بقول لك الفاضي بيصب على المليان، ده عكس الطبيعي، فده بنقول عليه against الكونسنتريشن جريدينت. طب انت عندك دلوقتي الاكس قليله في السويل وكتير في البلانت، لكن النبات برضه هياكل من القليل للكتير. يبقى دي طريقه الاكتيف ترانسبورت، ودي بتبقى محتاجه عشان تتم، محتاجه ان انت تدفع رشوه اللي هي الاي تي بي. يبقى اول حاجه هتتنقل بالاكتيف ترانسبورت. طب تعال نبص على تاني حاجه اللي هي الواي. والله الواي كتير في السويل وهتبدأ تروح للبلانت اللي هي القليلة، فهتروح من الكتير للقليل، من الكتير للقليل، يبقى بتروح بالديفيوجن. يبقى نمبر اكس هتروح للنبات بالاكتيف ترانسبورت، والواي هتروح بالديفيوجن، يعني هيبقى الاختيار الاي. طيب نكمل. What happen if you put a plant cell in sucrose solution؟ ايوه دي المسائل بقى اللي انا قلت لك عليها في التريكس. انا دلوقتي عندي plant cell اتحطت في محلول سكر. محلول السكر ده الكونسنتريشن بتاعه عالي، يعني عنده سولتس كتير. يبقى عنده ايه يا ولاد؟ ميه قليله. وده معناه ان السيل عندها ميه كتير سوليوتس قليله. ما احنا عارفين ان هو بيبقى العكس. طب عندي معلومه بتقول الميه بتروح من الكتير للقليل باي اوزموسيس. يعني ايه اللي هيحصل؟ الميه هتروح من الكتير من البطاطسايه او من السيل للقليل للمحلول بره، يعني الميه هتخرج لبره. يبقى الحاجه دي ايه؟ هتكش. البلانت سيل دي هتكش، يبقى هنقول it will shrink، تكش. طيب نكمل. نمبر 9 طبعا التي اس ده جزء من ورقه الشجر. عرفتي منين يا دكتور؟ دي الاغنيه اللي احنا كنا عاملينها. دي سيلز كتير محطوط عليها كيوتين، ودي الابيديرمس بتكون بروتكتيف. صفين الواد ميزو اللي بالي ساد مليان بلاستيدات ويشيل جلوكوزات. طب أنهي طبقة في دول بتعمل الفوتوساينثيز بشكل كبير؟ هي الطبقة 2 اللي هي الطبقة دي طبقة البالي ساد، هي دي اللي بتعمل فوتوساينثيز كتير. افتكرها بي دي اللي بتعمل فوتوساينثيز كتير، دي اللي جواها صبغة الكلوروفيل كتير وبتعمل فوتوساينثيز كتير.
صعب الكلام؟ لا، يبقى نمبر 2، طبقة نمبر 2. نكمل. جايب لي in the opposite graph which of the following enzyme is responsible for changing the concentration of amino acid in hepatic portal vein at point X. والله الهيباتيك بورتال فين بيكون فيه ايه يا ولادنا؟ بيكون فيه امينو اسيد. ده اللي ماشي في الهيباتيك بورتال فين. طيب فهو بيقول لي مين في دول هيقدر يأثر على اللي في الهيباتيك بورتال فين على الامينو اسيد؟ والله اللي بيروح يكون الامينو اسيد اللي بياخد البولي بيبتايد وبيروح يكون الامينو اسيد هو الانزيم اللي اسمه بيبتيديز. بيبتيديز موجود هنا، ايوه اهو. هو ده اللي هيأثر على كمية الامينو اسيد اللي ماشية في الهيباتيك بورتال فين. نكمل. نمبر 11 بيقول لي how far this statements correct. قول لي الجمل دي صح ولا غلط. اول جمله بيقول لي the plant is autotrophic. طبعا ده الجرين بلانت لازم كمان يبقى لونه جرين. الجرين بلانت autotrophic، يعمل اكل اوتوماتيك، يقف في الشمس ياخد كربون دايوكسيد سان لايت ووتر وهو يدخل جوه الورقه اللي لونها اخضر ويعمل هو الجلوكوز والاكسجين، يبقى هو فعلا autotrophic. it absorbs the water، بيصفط الميه and جلوكوز. اوعى حاسب بقى، ايه هو ده اللي بيصفط الجلوكوز؟ هو البلانت بيصفط الجلوكوز ولا هو اللي بيقف في الشمس ويصنع الجلوكوز؟ هو بيعمل ابزورب للوتر لكن مش بيصفط جلوكوز، ده هو اللي بيعمل ساينسز للجلوكوز، صناعه للجلوكوز. يبقى اول جمله صح لكن تاني جمله غلط، يبقى هنختار نمبر سي. السؤال اللي بعده after eating too much salty sunflower seed اللي هو عباد الشمس اللي هو الذرة يعني او اللب ايا كان مملح we feel roughness in the internal side of lips. لبس دوت يعني مش اللبس ده، لبس يعني الشفايف. اوكي، بيقولك لو انت بتاكل حاجة مملحة يا عم بتاكل فشار، حلو، عمال تاكل فشار والفشار فيه ملح كتير شويه كده تلاقي شفايفك نشفت، او عمال تقزقز لب تيك 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 شويه وتلاقي شفايفك نشفت من اللب. ليه؟ والله يا ابني بمنتهى البساطه انت اللب ده فيه املاح كتير يبقى فيه ميه قليله، صح؟ اهو املاح كتير ميه قليله، هفضل ماسكاها في ايدي. وانت بقك في سلايفا دي فيها ميه كتير، فيها ميوكس فيها ميه كتير، صح؟ واملاح قليله، يعني هنا في ميه كتير وهنا في ميه قليله، وطبيعي الميه بتروح من الكتير للقليل باي اوزموسيس، فلاقي الميه اتسحبت من شفايفك وراحت لللب اللي كان مملح جدا، لان الميه بتروح من الكتير للقليل فتلاقي شفايفك ايه؟ نشفت. فايه السبب ان شفايفك نشفت؟ هو بيسالك ايه السبب، هتقول له ذا اكزيت اوف ووتر، خروج الميه من الشفايف لللب او السان فلاور اللي انت بتاكلها. طيب يبقى السبب هيكون ذا exit، خروج الووتر من اللبس من الشفايف lead to their shrinkage، ان هي كشت. صعب الكلام؟ لا. نكمل. عندي دايساكرايد، سكر من حلقتين بقى مونوساكرايد، ده طبعا بفعل الانزيم اللي هو الدايساكريديز. وعندي سلسله من الامينو اسيد بولي بيبتايد اتحولت لامينو اسيد اللي بيعمل كده انزيم اسمه بيبتيديز اللي هو بيعمل اخر خطوه في البروتين. اوكي، بعد كده بيقول لي what is the suitable value of the pH for activation enzyme A and B. يعني لو عايزين نشغل الدايساكريديز والبيبتيديز الاثنين بيحبوا pH 8. كل الانزيم او معظم الانزيم بتحب البي اتش 8 ما عدا البيبسي اللي في الاستومك، هو ده اللي بيحب الاسيدك 1.5. نكمل. نمبر 14 بيقول لي which of the following choice express the testing used the characters of the structures that are found in phloem
of a cotton plant leaf. يعني بيقول لك مين في دول الصفات بتكون موجودة في الفلايم. والفلايم دول هي ايه يا اولاد؟ الفلايم دي كانت الفود فيزلز، الماسورة اللي ماشي فيها الاكل او اللي ماشي فيها الفود. اذا موجود فيها سوليوت كتير ولا قليلة؟ موجود فيها سوليوت كتير. طيب الليجنيفاينج اوف السيل وول، السيل وول عندها ليجنين؟ لا طبعا، لان انا كنت عارفه ان الفلايم ما بيبقاش عنده ليجنين. مين اللي بيبقى عنده ليجنين؟ الزايلم، عشان ما يسربش ميه. يبقى هنقول بيكون فيها سي، فيها سوليوتس كتير، فيها شوجر كتير، فيها سكر كتير، لان هي الماسوره المتخصصه لنقل السكر، لكن ما بيكونش فيها ليجنين كتير. يبقى هاي ولو. السؤال اللي بعده which of the following is not related to the increase in the rate of the element diffusion against the concentration gradient. بص شايف يا ابني كلمة against the concentration gradient دي بروزها. يعني بيقول لك مين في دول ملوش علاقة بالاكتف ترانسبورت. عرفتي منين اكتف ترانسبورت؟ ما هو بيقول لك عكس الطبيعي against the concentration gradient، عكس الطبيعي. مين في دول ملوش علاقة بقى؟ والله الاكتف ترانسبورت من النقط المهمة جدا اللي دايما بسألك عليها. اكتف ترانسبورت فكرته انك بتاخد الحاجة عكس الطبيعي، يعني من القليل للكتير، وده بيكون عن طريق انك بتدفع ATP، بتستهلك طاقة. اوكي طيب اقرا الجمل وشوف مين في دول ملوش علاقه بالاكتف ترانسبورت. والله اول سؤال بيقول لي انكريز ذا اكتف ترانسبورت، ده هو جايبها لك في وشك، اكيد دي ليها علاقه. تاني سؤال بيقول لك، او تاني اجابه بيقول لك ذا بلانت ابزوربشن فور مور فوسفورس، ان النبات هياخد مور فوسفورس. طبعا ليها علاقه، لان الفوسفورس ده هو اللي بيروح يكون الاي تي بي. ما هو البي ديت برضه الفوسفورس، ادينين تراي فوسفيت، يعني يركب فيه 3 فوسفيت. طب ذا ابزوربشن اوف الماكرو نيوترينز اونلي، ليه يا عم؟ هو انا بالاكتف ترانسبورت هاخد الاملاح اللي انا محتاجاها بكميه كبيره بس، والاملاح اللي انا محتاجاها بكميه صغيره، يعني الماكرو نيوترينز والميكرو نيوترينز كل انواع الاملاح اقدر انقلها بالاكتف ترانسبورت. يبقى هي دي الجمله الغلط. طب هتقولي طب ممكن تفسري لي الجمله اللي تحت؟ عينيا الاثنين. الجمله اللي تحت بتقول لك طب the increase in the respiration rate، هل ده ليه علاقه بالاكتف ترانسبورت؟ هو يعني ايه ريسبيريشن؟ يعني ان انت تاخد الجلوكوز وتحرقه بالاكسجين وتطلع انرجي تتشال جوه الاي تي بي. مش انت يا ابني محتاج الاي تي بي ديت عشان تدفع وتعمل اكتف ترانسبورت؟ يبقى برضه ليها علاقه. يبقى اللي ملهاش علاقه ان هي ماكرو نيوترينز اونلي، لا، بالاكتف ترانسبورت انقل املاح الماكرو وانقل الاملاح المايكرو. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي the opposite figure illustrate the section of a plant root. انت عندك دلوقتي تي اس في البلانت روت، يعني تي اس في الجزرايه. انهي جزء من دول بيدخل لك ميه؟ والله حضرتك عارف ان الجزرايه بيبقى طالع منها شعر مهم جدا اسمه الروت هير، وظيفته ابزورب الووتر والمينرال سولتس من الايه؟ من السويل. وكل ما الشعر ده بيبقى كتير كل ما دي بتبقى حاجه كويسه، عشان هتشفط ميه زياده هتعمل فوتوساينسس اكتر. طب بالنسبه لك الشعر ده يبقى الحيطه بتاعته رفيعه ولا تخينه؟ تبقى رفيعه عشان يبقى سهل ان هو يعدي الميه وتدخل الميه من خلال الروت هير. كل دي تفاصيل لازم تكون عارفها. طيب يبقى البلانت هيشفط. بص بيقول لك وات از ذا بارت، انهي جزء في دول المين رول بتاعه هو الابزوربشن للووتر والسولتس. الصفه او الفانكشن او الوظيفه الاساسيه انه يشفط الميه والاملاح. الروت هير اللي هي الشعرايه دي اللي هي نمبر 2. اوعى تقول نمبر 1 اللي هي الابيديرمس، لا، الابيديرمس مش وظيفتها تشفط الميه والاملاح. صعب الكلام؟ لا. طيب نمبر 17 بيقول لك a child ate meal containing wet and milk، اكل قمح ولبن. what is the suitable pH for digestion more enzymes او several enzymes؟ يعني عايز يقول لك معظم الانزيمات هتشتغل عند بي اتش كام؟ بي اتش 8، لان معظم الانزيمز شغاله في السمول انتستين، والسمول انتستين البي اتش بتاعتها 8. السؤال اللي بعده بيقول لي what is the organ which secretes the digestive juice for all the food process؟ مهم قوي، انهي
عضو بيطلع جوسز انزيمات او جوسز بتهضم كل انواع البنكرياس. تعالى افكرك البنكرياتيك جوس. البنكرياتيك جوس كان بيطلع 4 حاجات. كان بيطلع ان ايه؟ صوديوم بايكربونات عشان يخلي الليفر الكلوريد بعد من الاستومك خليته اسيدك. تاني حاجه كان بيطلعها هو اللايبيز علشان يهضم الليبيد. تالت حاجه كان بيطلعها الاميليز علشان ياكد على هضم الكربوهيدرات. رابع حاجه كان بيطلعها هو التريبسينوجين اللي كان بيهضم البروتين. اذا البنكرياس بيطلع 3 حاجات كل واحدة بتهضم او بتساعد في هضم نوع اكل مختلف. يبقى العضو اللي بيطلع جوس بيهضم كل انواع الاكل هو البنكرياس. طيب السؤال اللي بعده What is the substance that form the greatest portion of a lymph؟ يعني بتمثل جزء كبير من الليمف. هو الليمف ده ايه يا ولاد؟ الليمف ده عبارة عن حاجتين، بلازما ووايت بلاد سيلز. والوايت بلاد سيل والبلازما ديت فيه منها ايه؟ 90% منها ووتر، صح؟ يبقى الميه الووتر هي اللي بتمثل جزء كبير من الليمف. نكمل نمبر 2. جايب لي الماوس فيه 100 جرام من سابستنس معينه، الاستومك فيها اقل بكتير. ده معناها ان الحاجه دي اتهضمت من البق للاستومك، يعني الاستومك هضمتها بشكل كبير واتهضمت شويه كمان في السمول انتستين. فبيقول لك ايه هي الحاجه دي اللي اتهضمت تقريبا في الاستومك قلت النص؟ يبقى البروتين هو ده اللي بيتهضم في الاستومك. وطبعا بيتهضم يا ولاد وبيبقى امينو اسيدز، فهنختار امينو اسيدز. طيب السؤال اللي بعديه 21. والله بيقول لك ان الالفيولاي اللي هي بتاعه الريسبيريشن بيدخل لها الاكسجين عن او تو البلاد كابيلاري الشعيرات الدمويه بطريقه الديفيوجن. لو سمعت الدرس هتلاقيني بقول لك كده. طيب السمول انتستين برضو بتوصل الامينو اسيد بطريقه الديفيوجن للبلاد كابيلاري. اخر حاجه ودي اللي خلتني اعرف ان الاجابه ديفيوجن، هو بيقول لي ازاي الكربون دايوكسيد بيدخل جوه البلانت. انت عندك ورقه الشجر جواها فتحات اسمها ستوميتا، بتدخل الكربون دايوكسيد ازاي عشان نعرف نعمل عمليه الفوتوسينثيز؟ بتدخله برضو بالديفيوجن. يبقى هي دي الاجابه الصحيحه. السؤال اللي بعديه بيقول لي Which of the following substance isn't formed inside the liver؟ مش بتتكون في الكبد. البايل جوز بيتكون في الكبد، الهيبارين اللي بيساعد على سيولة الدم بيتكون في الكبد، الجليسرول يعني مش هقولك بيتكون في الكبد لكن بيبقى عندك الليبيدز اللي بتساعد برضو على هضم الفاتي اسيدز، فممكن يبقى فيه جزء جليسرول. لكن اللايبيز انزيم ده بيعمل ايه يا ولاد؟ اللايبيز انزيم ده بيطلع من البنكرياس وبيتسب في السمول انتستين، فمالوش علاقه اصلا بالكبد. السؤال اللي بعديه السؤال اللي بعديه بيقول ايه؟ بيقول لي from the opposite graph by which of the following mechanism the plant absorbs salt. عايز يعرف. بص يا ابني على الجراف، بص يا بنتي على الجراف. شغاله ايه كده معلش. بص يا بنتي، هو بيقول لك اللون الاحمر ده يعني كميه الملح في الميه في البوند في البركه، واللون الازرق ده كميه الاملاح في النبات ذات نفسه. طبعا لو انت بصيتي هتلاقي ان كل الاملاح قليله جدا في البركه البوند وكتير قوي عند النبات، ولكن كده هتلاقي النبات تنمو ياخد من القليل للكتير، ياخد من القليل للكتير، ياخد من القليل للكتير. يبقى هياخدهم بطريقه الايه يا ولادي؟ اكتف ترانسبورت، صح كده.
يبقى هياخدهم بطريقة يختار طريقة ال active transport. يبقى هنختار هو في ايه؟ طريقة ال active transport اهي. صعب الكلام، نكمل. 24 والله يا ابني بيقولك ان الفيلاي فيها الصوديوم، جلايسين، ووتر، كلورين، فات بالكمية دي، وموجودة في الترانسبورت فيزل بالكمية دي، نفس الحاجة. والمطلوب منك تودي الحاجة من الفيلاي للترانسبورت فيزل. طيب انا لو وديتها من 155 ل 15 يبقى انا كده بوديها من الكتير للقليل، يبقى ده ديفيوجن. طب لو وديتها من 0.1 ل 0.02 يبقى انا كده وديتها من الكتير للقليل باي ديفيوجن. بس مش عارفه ازاي في حد في حصه قال لي لا ده اللي كتير يا حبيبي، ده 0.02 وده 0.1 ده اكبر. ها ماس. طيب 75 دي نسبه الميه لل70 يبقى كده من الكتير للقليل، بس خلي بالك ان دي ميه فما بقولش عليها ديفيوجن، بقول عليها ايه؟ اوزموسز. طيب بعد كده من ل1 لل1.5 ده كده من القليل للكتير، يبقى ده اكتيف ترانسبورت. طيب 0.35 ل 0.33 يبقى ده من الكتير للقليل، يبقى ده ديفيوجن. هو ايه بقى السؤال؟ بيقول لك هات لي حاجتين من دول بيتنقلوا بنفس الطريقه. يبقى انت شفت دي ديفيوجن دي ديفيوجن دي ديفيوجن، دول اللي بيتنقلوا زي بعض. فانت هتختار من الاختيارات ان الصوديوم والجلايسين والفات دروبلت دول اللي بيتنقلوا بنفس الطريقه، يبقى هتلاقيها في الاختيارات اللي هي الجلايسين والفات دروبلت. هو ده الاختيار الصحيح. صعب كلامنا سهل كلامنا. السؤال اللي بعديه بيقول عندي 4 سيلز 1 2 3 4. اوكي والله يا ابني ال4 سيلز دول لقيتهم بينقلوا الميه بالاوزموسز. الميه بتروح من الكتير للقليل، يبقى مين اللي عماله تديهم؟ اللي عندها كان ميه كتير، يبقى ال1 دي كان عندها ميه كتير قوي. طب ومين اللي اخدت منهم كلهم؟ لو اخدتوا بالكم ال4 هي اللي سحبت من كل الميه، يبقى ال4 عندها اقل نسبه ميه واعلى نسبه املاح. ما هي مادام عندها ميه قليله يبقى عندها املاح كتير. فهو سالك سؤال ذكي بيقول لك مين في دول عندها هايست كونسنتريشن اوف سولتس؟ مين عندها اعلى كميه املاح؟ اللي سحبت الميه كلها، لان الميه بتروح من الكتير للقليل، ومعنى ان هي عندها املاح كتير يبقى عندها ميه قليله، يبقى هنختار نمبر 4. ايه اللي بقى 26 Which of the following statements is applied to the digestive juice that are secreted by the liver and the pancreas؟ يعني مين في دول او انهي جملة في دول بتنطبق على العصير اللي بيطلع من الكبد وبعدها البنكرياس؟ طبعا اللي بيطلع من الليفر هو البايل، واللي بيطلع من البنكرياس بعدها هو اللايبيز. هو ايه اللي بيحصل؟ انا لو حتة دهون ليبيدز، اللي بيحصل ان الكبد بيرمي عليا البايل جوس، فاعمل اول خطوه اتحول لفتافيت، بعد كده الاقي البنكرياس رمى عليا اللايبيز فتحول من فتافيت ل3 فاتي اسيد 1 جليسرول، وبتبقى في وسط الهضم بتاع الليبيدز. يبقى هو عايز المشترك ما بين الليفر والبنكرياس. they digest the same food substance، ان هم بيهضموا نفس الحاجة. لا، البنكرياس او البايل اللي هو الكبد بيهضم الفات، بيخليها emulsified fats، والبنكرياس بياخد الامالسيفايد فاتس ويخليها 3 فاتي اسيد وجليسرول. يبقى الجمله لان هنا البايل بيشتغل وهنا اللايبيز بيشتغل. طيب امال هنقول they work on the same pH. انا شايفه ان الجمله دي صح،
ليه؟ لان الاتنين بيشتغلوا في نفس البي اتش، لان الاتنين بيصب العصير وبيروح لاول الديودنم اللي هي اول السمول انتستين اللي البي اتش بتاعتها ايه؟ 8. يبقى الاتنين بيشتغلوا عند بي اتش 8، هي دي الحاجة المشتركة. طب نكمل. What happened during the passage of the food bolus in the esophagus؟ الأكل اللي كان في بقك معدي في المريء، إيه اللي هيحصل له؟ ها؟ هي الأكل اللي بيبقى عليه الاميليز، ما هو الكربوهيدرات هي اللي بتبقى في البق، هي اللي بتتهضم صح؟ بيبدا يطلع الاميليز ويبدا يهضم الكربوهيدرات ويبدا الاكل ينزل الاسوفاجاس. هل الهضم بيقف بتاع الكربوهيدرات ولا بيفضل شغال لحد ما بينزل الاستومك ونلاقي البي اتش اختلفت؟ بيفضل شغال. يعني الاسوفاجاس مش بتطلع انزيمز، لكن الهضم بتاع الكربوهيدرات في البق بيفضل شغال على طول الاسوفاجاس. يبقى هنختار الاجابه ايه؟ ان الكربوهيدرات هيفضل يكونتينوس، كربوهيدرات دايجيشن هيفضل مكمل في الاسوفيجس. طيب 28 which of the following graph refer to the anabolic and the catabolic rate for an obese person؟ شخص تخين. انتوا بصيتوا لي ليه؟ طيب انتوا عارفين انا في الترم ده تخنت 9 كيلو والله العظيم، كنت عامله فورمه الساحل بجد، تخنت في الترم ده 9 كيلو، عماله اكل 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 اكل. ما علينا. شخص تخين ربنا يبعده عننا، مالناش دعوه احنا بالكلام ده. الراجل ده هو كده في جزء ناقص. ايه هو الجزء الناقص؟ ان انا عايزه اقول لك ان الكاتابوليك هو اللون الازرق والانابوليك هو اللون، لا استنى ثانيه واحده، الكاتابوليك هو اللون الاحمر والانابوليك هو اللون الازرق. هو المفروض كان هيبقى فيه حاجه كده تقول لك كده. فده شخص تخين، خلينا بس في معلوماتنا افهمكم. ده شخص تخين يعني بيكسر ويحرق ويطلع طاقه، ولا عمال يخزن 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 دهون؟ عمال يخزن 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 دهون، يعني عنده عمليه الانابوليزم والكاتابوليزم قليله جدا. حتى ممكن يبقى ده مثلا تخني. ده على فكره انا بجد عندي الغده، فالغده دي بتخليني ما بحرقش اكل، فبتخلي عمليه الكاتابوليزم قليله، بتخلي عمليه الانابوليزم كتير، الدهون عماله تتراكم وتتبني، يبقى بتخلي عمليه الانابوليزم كتير وعمليه الكاتابوليزم قليل. انا قلت لك الكاتابوليزم لونها احمر والانابوليزم لونها ازرق. طيب Number 29 بيقول لي The living plant cell keeps the internal concentration of the ion which differ from the external concentration. What is the reason of continuing the difference in concentration؟ بص يا ابني، هو بيقول لك ان البلانت سيل بتبدأ تدخل الايونز صح او الاملاح عن طريق السيل وول والسيل ممبرين، لكن انت عارف ان السيل وول هفق بتدخل اي حاجه. مين اللي بتفضل تتحكم في الفرق ما بين بره وما بين جوه النبات من حيث الايونز او من حيث السولتس؟ مين اللي كان عندها سيلكتيف برميابيليتي سكيورتي، ما بيعديش اي ملح وخلاص؟ السيل ممبرين. يبقى السيل ممبرين هي اللي بتتحكم في كميه الايونز اللي بتدخل جوه البلانت سيل، صح كده؟ صح كده. طيب نكمل. Number 30 بتقول Which of the following doesn't happen during the dark reaction؟ والله during the dark reaction بيحصل carbon fixation، بنبدأ ناخد الكربون دايوكسيد مع الهيدروجين، ده تاني خطوة مع الانرجي، ونبدأ نكون الجلوكوز C6H12O6، وهذه العملية بنقول عليها كربون فيكسيشن، أو ممكن نقول عليها اوكسيديشن اوف النات بي اتش 2. ليه يعني ايه اوكسيديشن؟ يعني هتفقد الهيدروجين، ايوه ما هي بتيجي ترمي الهيدروجين. او ممكن نقول عليها ATP consuming. ليه ATP consuming؟ لان انا بكسر ال ATP واخليها تطلع لي الانرجي عشان اروح اخزنها في السكر،
لكن مستحيل اقول عليها اوكسيديتيف فوسفوريليشن. هو يعني ايه اوكسيديتيف فوسفوريليشن؟ مش كلمه عيب. اوكسيديتيف فوسفوريليشن يعني بكون اي تي بي، لا ده انا في الخطوه دي انا بلاقي الاي تي بي اتكسرت ورمت لي الانرجي ورجعت تاني لللايت، ترمي لي بس الانرجي، ده معناها ان انا بكسر اي تي بي مش بكون اي تي بي. يبقى الجمله الغلط اللي ما بتحصلش في الدارك انك بتكون اي تي بي، يعني الاختيار سي. طيب 31 بيقول لي which of the following enter in the structure of an ATP that is made by the plant in addition to the carbon, hydrogen, oxygen. يعني بيقول لي لو انا بقول which of the following enter in the structure، مين في دول بيدخل في تركيب ال ATP؟ هو ال ATP ده ايه؟ بالراحه كده، حاجه اسمها ادينين داي، او دي التراي بقى عشان 3 تراي فوسفيت. طيب ادينين ده ايه؟ الادينين ده ممكن او مركب كومباوند بيبقى مليان نيتروجين. فاكرين لما كنتوا بتاخدوا في اولى ثانوي ادينين جوانين، اللي هو احمد وتقى وجابر وكراميل، ادينين جوانين كنا بنقول عليهم نيتروجينيوس بيز، مواد فيها نيتروجين. ده بالنسبه للادينين، يبقى الادينين فيه نيتروجين ان، والترايفوسفيت فيها فوسفورس. وخلي بالك ان الان والبي من اللي هم كب مج نس كافيه، يعني النيتروجين والفوسفورس الاتنين من الماكرو نيوترينتس اللي احنا كنا بنبقى محتاجينها بكميه كبيره. يبقى الادينين ترايفوسفيت او الاي تي بي عنده 2 من الماكرو نيوترينتس اللي هو النيتروجين والفوسفورس، يعني 2 ماكرو نيوترينتس. طيب 32 بيقول لي which of the following element isn't absence doesn't affect the photosynthesis process؟ مين في دول غيابه مش هيأثر على الفوتوساينسز؟ الايرن، لا الايرن بيشتغل ككو انزيم، هتلاقيها مكتوبه عند الماكرو نيوترينز، غيابه هيأثر. الفوسفورس طبعا غيابه هيأثر عشان ببقى محتاجه اكون اي تي بي واوديها للدارك. الكالسيوم ايوه ده غيابه مش هيأثر. طب المغنيسيوم ده انا من غير المغنيسيوم ما اعرفش اعمل فوتوساينسز، ده اهم حاجه في تركيب الكلوروفيل، يبقى الحاجه اللي هتأثر هي الكالسيوم. طيب 33 The importance of water in the photosynthesis process. أهمية الووتر في عملية الفوتوسينثيز. الووتر فايدتها ان هي بيحصل لها سبليتنج، بتتكسر لهيدروجين واكسجين. الاكسجين بيخرج من الفتحات اللي اسمها الستوميتا علشان الانسان يتنفسه، صح كده؟ لكن الهيدروجين هو ده انا بستفيد منه كبلانت، يبقى هقول ان الميه مهمه لان هي سورس اوف هيدروجين اللي انا بحتاجه عشان اعمل ريدكشن او اعمل تاني خطوه. نكمل. How far are these statements right or wrong؟ هو عايز يشوف الجمل دي صح ولا غلط. اول حاجه بتقول the lining of the small intestine، يعني التبطينه بتاعت ال small intestine contain villi، صح. and the large intestine contain convolutions، صح، تعرضات. and both play role in important of absorption process. الجملتين او ان الحاجتين دول بيساعدوا في عمليه الابزوربشن، والجملتين بالفعل صح. طيب السؤال اللي بعده، عندي سلسله طويله من الامينو اسيدز، فبنقول على دي بولي بيبتايد، واللي بيكسر البولي بيبتايد دي لابسط صوره اللي هي كاربون الفراتة الامينو اسيد، ده انزيم اسمه البيبتيديز، وده بيكون في السمول انتستين. وخلي بالكم كده معناها ان هو سأل على البيبتيديز كتير قوي، ركزوا على البيبتيديز وركزوا على الاكتيف ترانسبورت. طيب السؤال اللي بعد 36 بيقول لي the following nutrients are found in a piece of candy. حاجة موجودة في الحلويات. which one of them wouldn't need to digest، ومش محتاجة تتهضم؟ طبعا هو الجلوكوز، لأن الجلوكوز ده أصلا أبسط صورة، فاحنا هنهضمه ونكسره لإيه تاني؟
يبقى الحاجه موجوده في الحلويات الجلوكوز او موجوده في العصاير اللي هو الجلوكوز، وده مش محتاج يتهضم لان هو مش كربوهيدرات هيتهضم لجلوكوز، هو اصلا ابسط صوره اللي هو الجلوكوز. طيب نكمل. 37 بيقول لي which of the following phenomena work on transferring the solutes from and to the filament of a shaped algae. يعني بيقول لي مين في دول بستخدمهم عشان احرك السوليوتس، احرك الاملاح. ها انا بحرك الاملاح من الكتير للقليل بالديفيوجن ومن القليل للكتير بالاكتف ترانسبورت. يبقى هم دول الطريقتين. نمبر بي. نمبر 38 What is the result for the absence of البيتس from the xylem؟ تخيل ان ماسورة الزايلم ما فيهاش فتحات نطلع في الفوتوساينسز. ايه اللي هيحصل يا اولاد؟ increase in salts and water اكيد لا. obstructing يعني يعطل the transport of sucrose and amino acid. ليه هو ده زايلم. طب stopping the light and the dark reaction increase the dark. لا طبعا increase ايه؟ stop. ليه؟ انا مش هلاقي ليه يعمل فوتوسينثيز ولا دارك رياكشن، هو ده اللي هيحصل. طيب اللي بعده. طيب سؤال نمبر 39 بيقول what is the reason for decreasing the plant absorption of salts؟ اللي يخلي النبات يقلل الابزوربشن بتاع الاملاح. when the soil is soaked in water. بص يا ابني كل ما النبات بقى يبقى حواليه ميه كتير قوي، يعني التربه بقى مش فيها ميه بس عاديه، لا غرقانه ميه، ده بيبوظ النبات برضو. يقول لك ليه؟ لان ده بيقلل دخول الاكسجين وسط السويل. هو النبات محتاج اكسجين، ايوه ما هو محتاج برضو يعمل فوتوساينثيز، والفوتوساينثيز هتطلع الجلوكوز، والجلوكوز هيطلع معاه اكسجين عشان نحرق ونطلع انرجي ونبدا نحرك الاكل لفوق ويبدا الميه تتشد معاه علشان نعمل عمليه الترانسبورتيشن بشكل صح. واحيانا ممكن البلانت كمان يحتاج اكسجين من بره على طول، يعني النبات بالليل بيسحب الاكسجين عشان يبدا يحرق ويطلع الجلوكوز لفوق. اذا النبات في حاجتين بيأثروا عليه، لو درجه الحراره اختلفت التمبريتشر او الاكسجين قل، الاتنين يقللوا عمليه الترانسبورتيشن اللي هو سحب الميه وسحب الووتر، سحب الووتر وسحب السولتس الاملاح من السويل. يبقى ليك اوف اكسجين، غياب الاكسجين هيقلل الترانسبورتيشن ويقلل ان السولتس الاملاح تتسحب من التربه. نمبر 40 بيقول لك what is the difference ما بين the green plant and the purple sulfur bacteria؟ ما بين النباتات العاديه والبيربل سلفر بكتيريا اللي هي ال H2S اللي كانت بتاخد ال H2S وتكسرها ال H2 وS، بعد كده ال H2 تاخد الكربون دايوكسيد وتعمل الجلوكوز. دي البكتيريا مسوسو، فاكرينها؟ طيب هو هنا بيقول لك ايه الفرق ما بينهم؟ the type of the chlorophyll in each of them only. فرق الكلوروفيل فقط؟ لا، دي النبات العادي كان عنده الكلوروفيل العادي، والبكتيريا كان عندها بكتيريا كلوروفيل، بس مش بس ده السبب او مش ده الفرق. الجرين بلانت كانت بتاخد الميه وتكسرها، لكن السلفر بكتيريا كانت بتاخد ال H2S وتكسرها. يبقى عندي كام اختلاف يا ولادي؟ عندي the type of the chlorophyll، نوع الكلوروفيل، ده اول اختلاف. تاني نوع او تاني اختلاف هو السورس اوف هيدروجين، مصدر الهيدروجين. هنا كانت الميه بتتكسر وتديك هيدروجين، لكن هنا ال H2 اتكسرت واديتك هيدروجين. يبقى تاني اختلاف كمان هو مصدر الهيدروجين. يلا سؤال 41 بيقول لي some of patients have digestion complications، مشاكل في الهضم، عندهم الجاسترو اسوفيجال ريفلكس، ارتجاع في المريء. هو فين المريء؟ المريء اهو. طب امتى المريض ده يبقى عنده ارتجاع في المريء؟ لو الاكل بيطلع من الستومك لفوق، ده معناه ان السفنستر اللي هنا اللي هي عند نمبر 2 اللي هي العضله اللي بتقفل على الاكل عشان ما يطلعش لفوق بايظه، كان بيبقى اسمها كاردياك سفنستر. فهو هنا بيسالك هنا في ديستربنس، خلل في انهي رقم؟ في نمبر 2. لكن نمبر 2 ديت لو كانت
يكونش الطفل رضع الثاني ما كانش المريض ده عانى من ارتجاع في المريء. disturbance of number 2. طيب السؤال 42 بيقول لي in light of your study what the similarity between the او الكورن بلانت and الاوربانكي بلانت. والله الكورن بلانت ده نبات بيعمل اكله بنفسه يعني اوتوتروفيك، لكن الاوربانكي ده كان نبات بيتلف او بيتغذى على اكل البرسيم. فاكرين الاوربانكي كان من النباتات البارازايت، كان بيلف الستيم بتاعته او الروت بتاعه وياكل اكل البرسيم الكلوفر، يعني ما كانش بيعمل اكل بنفسه، كان بيتغذى على حاجه ثانيه، فكنا بنقول عليه بارازايت. يبقى ده كان اوتوتروفيك، لكن ده كان هيتيروتروفيك بارازايت، يعني بياكل اكل حد ثاني جاهز. وده معناه ان الفرق ما بينهم الاثنين بيعملوا فوتوساينسز؟ لا. او هو عايز السيميلاريتي، وجه الشبه. الاثنين بيعملوا فيكسيشن للكربون دايوكسيد؟ لا، لان ده ما بيعملش اصلا فوتوساينسز عشان يعمل فيكسيشن. طيب الشبه ما بينهم ان الاثنين بياخدوا اللو انرجي ويحولوها لهاي انرجي، يعني الاثنين بيعملوا فوتوساينسز؟ لا، الاوربانكي ما بتعملش فوتوساينسز. طب الاثنين بياخدوا الحاجات الاورجانيك ويحولوها للاورجانيك؟ ايوه، لان الاثنين هتلاقيهم بيكسروا السكر ويحرقوا ويطلعوا انرجي. ده اي حد بيعملها، حتى الانسان بيعملها، ان هو ياخد السكر ويحرقه بالاكسجين ويطلع انرجي. يبقى هي دي الحاجه المشتركه. نمبر 43 بيقول لك in which of the following plants do you expect the osmotic pressure is vanished. انت عارف ان الاوزموتيك بريشر كان بيختفي في النباتات العملاقه زي البينس والكونفرس، فانت ما عندكش هنا غير البينس. اوكي. طيب 45 بيقول لك which of the following doesn't agree with the glycolysis reaction. glycolysis ديت اللي انت خدتها في شابتر 3، وازاي الجلوكوز بيتفتفت ويطلع لك 38 ATP. and the reaction which occur in الكلوروبلاست ستروما اللي هو الدارك رياكشن ان انت بتكون جلوكوز. يبقى هنا في الجلايكوليسيس ان انت بتكسر الجلوكوز بالاكسجين ويطلع انرجي، هو ده الجلايكوليسيس. طب امال في الكلوروبلاست ان انت بتكون جلوكوز، يعني الاثنين عكس بعض، صح كده؟ طيب هو بيقول لك اللي ما بيتوافقش ما بين الجلايكوليسيس والكلوروبلاست each of them produce CO2. لا، دي الجملة الغلط. هل الاثنين محتاجين طاقة؟ طبعا اي رياكشن عشان يحصل محتاج طاقة. الاثنين عندهم بيجال؟ ايوه، لان في الفوتوساينسز انا بكون جلوكوز، وبرده في الجلايكوليسيس انا بكون الجلوكوز وبعد كده بكسره واطلع ATP. يبقى الاثنين مش بيطلعوا كربون دايوكسيد، لكن الاثنين بيطلعوا لي جلوكوز. السؤال 45 والله عندي انزيم A وانزيم B ودول حاجات اللي بتتكسر. طيب بمنتهى البساطه انزيم A هيشتغل على انهي؟ على الاكس، والبي هيشتغل على انهي؟ على الزد. يبقى الاكس والزد. حضرتك بتختار كانها بازل، حاجه يعني في منتهى السهوله. طيب نمبر 46 بيقول لي which of the following occur when placing a plant cell in a salt solution whose temperature is 90. طيب مين في دول هيحصل لو انت حطيت بلانت سيل في سولت سوليوشن ودرجه الحراره 90؟ طبعا درجه حراره 90 يعني تقريبا كل الانزيمز هتبوظ، فطبعا الووتر والسولتس كله هيستوب، كل الابزوربشن او كل العمليات عامه هتستوب. لان انت انت حطيت البلانت بتاعك في درجه حراره 90 كل الانزيمز هيحصل لها دي ناتوريشن وهتبوظ. طيب نكمل 47 in the opposite figure in which tube does the complete digestion occur when it placed in a water bath 37. يعني مين في دول هتشتغل في درجة حرارة 37؟ الاميليز والستارش و7.4، اللايبيز والبي اتش 8، الفاتس والووتر والبي اتش 8.
طيب حضرتك عايز ايه؟ بيقول لي in which tubes does the complete digestion occur. complete digestion. طيب انا والله شايفه ان دي هيحصل فيها complete digestion اللي هي نمبر 2. ليه؟ لان انا عندي الفاتس وهحط لها البايل، بعد كده هحط لها اللايبيز، ده معناها ان كل هضم الدهون هيخلص، يعني هتبقى 2. يلا بينا نكمل. يلا. Which of the following tissue is mainly responsible for aeration؟ مين في دول بيبقى متخصصة في التهوية؟ والله التهوية بتتطلب عندي المسافات ما بين السيلز. طب مين فيهم مسافات؟ السبونجي كانوا بيبقوا واقفين بطريقة irregular علشان يعملوا لك تهوية. يلا 49. In the opposite figure, what is the gas that is supplied to the green algae from the air pump؟ انت دلوقتي عندك air pump هتدخل لها جاز معين علشان هنا في بورز، هتدخل air bubbles وعندك الووتر وحطيت اللايت وعايز نعمل عملية فوتوساينسز. مين الجاز اللي انت هتدخله لها عشان نعمل فوتوساينسز؟ الكربون دايوكسيد بمنتهى البساطه. يبقى الكربون دايوكسيد هو ده اللي هدخله اللي مطلوب عشان نعمل عمليه الفوتوساينسز. طبعا الرسمه شكلها هيخضك، لكن السؤال او الاجابه بتاعته سهله جدا، اللي هو ايه؟ بيقول لك مين الجزء محتاجه فوتوساينسز. شكرا. طيب سؤال نمبر 50 وده الاخير في الجزء ده، بيقول which of the following arrow doesn't determine the pathway of the water in the opposite figure؟ يعني مين في الاسهم ديت مش بيحدد اتجاه الميه؟ طيب والله انا شايفه ان هو بيقول لي الارو دوت ده الروتر، وبيقول لك ان الميه المفروض هتطلع كده، هتمشي تروح للزايلم، وان الميه هتروح للورقه او الووتر فيبر بتدخل كده، وهنا بيبقى فيه ميه. طيب هو بيقول لي مين في دول مش بيحدد اتجاه الميه؟ الميه هتمشي كده، والميه انا مش يعني هحاول افهم ثانيه واحده. هو عند دي المفروض الميه تمشي ازاي يا ولاد؟ طيب اوكي ندخل بقى على سؤال 50. بيقول لي which of the following arrow doesn't determine the pathway of the water in the opposite figure؟ في نمبر دي او في الشكل دي هل الميه ممكن تمشي الناحيه دي؟ ممكن تمشي الناحيه دي، مفيش مشكله في الروت هير. طيب في السي هل الميه تنزل لتحت؟ السي هل الميه في الزايلم بتنزل لتحت؟ لا طبعا بتطلع لفوق. يبقى ده الايه السؤال او دي الاجابه الغلط. طب تعالى نكمل. بيقول لك في الاي هتمشي في جميع الاتجاهات، يعني في السيلز هنا هتمشي في جميع الاتجاهات، صح. طب في البي هتنزل لتحت، ايوه ممكن في البي هنا الميه تطلع على شكل ووتر فيبر، ودي في عمليه الترانسبيريشن فممكن تطلع فعلا من البي، لكن مستحيل في السي تنزل لتحت، لان انا عارفه ان الميه في الزايلم بتطلع لفوق. يبقى هي دي الاجابه الغلط. طيب نكمل. Which of the following the reaction require the presence of carbon dioxide gas؟ مين في دول محتاج الكربون دايوكسيد؟ الدارك رياكشن، وده طبعا يا ولادي اساسي. الدارك رياكشن هو اللي بيكون محتاج الكربون دايوكسيد بشكل اساسي. اللايت رياكشن مش محتاج كربون دايوكسيد، اللايت رياكشن مش محتاج كربون دايوكسيد، الجلايكوليسيس مش محتاجه كربون دايوكسيد. طيب ال 52 بيقول لي the gallbladder اللي هي المراره was removed. المراره دي طبعا كانت بتخزن لي البايل جوس، والبايل جوس ده اللي كان بيساعد في هضم الدهون. فلو شخص شال المراره او فقعت له مرارته هيعمل ايه؟ هيبطل ياكل دهون، لان الجول بلادر كان بيبقى فيها البايل جوس اللي بيساعد في هضم الدهون. اوكي يبقى احنا هنقول له eat a small amount من الفاتس، لان انت ما بقاش عندك بايل جوس كتير متخزن عشان تهضم الدهون. نمبر
53 ونبقى خلصنا الصفحة دي على خير، ونبقى خلصنا الجزء ده اصلا على خير، وندخل على جزء تاني في فيديو تاني. From the opposite figure what is the phenomena which substance number A transfer. والله transfer او النمبر A دوت اللي هو السيليلوز، وحضرتك عارف ان المية بتدخل للسيليلوز بطريقة الامبيبيشن. وبكده ابقى خلصت لك الجزء الاول من الحل. حلينا تقريبا 53 سؤال، الجزء اللي جاي برضه هيبقى فيه تقريبا 53 سؤال عشان نكون طحنا شابتر 1 كل الاسئله. خليك عارف ان شابتر 1 عليه 11 درجه، 9 درجات تشوز ودرجتين مقالي. فطبعا شابتر 1 هو تقريبا يعني عليه 11 درجه، ده اعلى شابتر عليه درجات. الشابتر اللي بعديه عليه 9، الشابتر اللي بعديه عليه 4، ده من حيث اللي تشوز. في شابتر 1 محتاج حل كتير عشان نكون ضامنين، وان شاء الله الامتحان مش هيخرج عن ال 100 سؤال اللي هنحلهم. حلينا 53، الفيديو اللي بعديه اللي هو بارت 3 هيكون فيه 53 سؤال تاني، والمفروض تكون سمعت الشرح قبل الجزء ده. اشوفكم على خير في بارت 3. باي باي.